حلقة جديدة واحنا بتوع الثقافة، وزي ما قلنا قبل كده في المثقفين المبدعين وفي المثقفين المدعين وما أكثرهم. النهاردة حلقة مميزة، حلقة لها طعم خاص وصبغة خاصة، مع فنان كلنا بنحبه، مع فنان على المستوى الفني يعشقه الفنانون، على المستوى الشعبي يعشقه الشعب. بنسميه حبيب خلق الله. حبيب خلق الله. هنلتقي مع فنان رائع، فنان مبدع، خفيف الظل، طيب القلب. بعد الفاصل نلتقي والنجم الكبير عبد الله مشرف. اهلا يا غالي. حديدي انا سعيد بكلامك اللي انت بتقوله ده، وحبيب الخلق دي جديده دي يا استاذ عبد الرحيم. دي ايه الكلام الجميل ده؟ لا انت فعلا حبيب الخلق، ربنا يخليك. احنا سعداء بيك. الضيف الوحيد اللي انا مش هكون محضر له اسئله. الله يخليك. انا هتكلم معاك لاني بحب اتكلم معاك. الله يخليك. كده لما بنقعد سوا وجنبنا بعض في العربيه، في الكيشن، في البروفه، الله نحكي مع بعض. انا عايز احكي معاك. تمام حاضر. دلوقتي هنحكي مع عمنا وحبيبنا وصديقنا واستاذنا وكل حاجه جميله في الدنيا. ربنا يخليك. استاذ عبد الله مشرف. انا عايزك تبدا بكلمه للقناه. ربنا يوفق القناه. وانا لما دخلت هنا لقيت شباب، يعني ربنا يحميه، والحمد لله شباب لعقله ومميزاته لنفسها، اللي نفسه ان البلد يعني تبقى تبقى لقدام. وانا فرحت من قلبي ان الشباب ده موجود وهينهض بمصر وهينهض ببلده وبيحب بلده فعلا. ويعني دي السعاده بتاعت الواحد اما يلاقي وهو داخل القناه. وانا لاول مره اعرف انها لسه بتفتتح وبتجهزوا فيها ويعني بتوضبوا فيها، وشايف الحماس الى انهم عايزين يعرفوا للناس احنا ايه في تكنولوجيا الدنيا دي يعني. وربنا يحميهم وبدل القناه يعني انهم يصبروا ويجاهدوا. والكلام اللي انا سمعته منهم الشباب اللي موجود هنا، وفي حاجات كتير لسه ما عرفتهاش هيقولوها لي وهنتكلم هيكلموني فيها. بس سعادتي كلها في ان انا دخلت واسمها كمان اسم الوحده العربيه. حتى القناه اسمها يعني في اسماء كده تحس انك انت تدخل قلبك بسرعه، لانك انت نفسك العرب، الوحده العربيه، كلمه الوحده العربيه. استاذ عبد الله يا حبيبي يا جميل، الله يخليك. بدايه المجال الفني واولى خطواته كانت ازاي؟ البدايه دي عندي انا وانا عندي 7-8 سنين، ويعني كنت بحب الفن من السينما. كنا قاعدين بقى والدي كان مهندس في سكة الحديد، فكانوا بيدوا للمهندس فيلا يسكن فيها على المحطة. كنا في المنصورة كمان، طلخة والمنصورة. ففي المنصورة بقى كان في سينما اسمها سينما عدن وسينما اوبرا وسينما ريكس. وكنا عمي كان يودينا السينما كل يوم حد. فانبهرت بالسينما، يعني الفنانين اللي بشوفهم وتجسيد السينما وتجسيد الافلام، فيلم اجنبي وبعدين فيلم عربي، كنا نقعد نتفرج عليهم. فاروح البيت احلم باللي انا شفته. فتلاقيني قاعد بقى اقول الفيلم ده، طب انا عايز اعمل سينما في البيت. طب الفيلم الاجنبي واشارات الفيلم اللي جاي والفيلم العربي، وخلاص تقمصت
اتفرج عليها. فعملتها في البيت، عملت كراسي. كان الفيلا عباره عن حوشين، فعملت حوش منهم على الحيطه، ورحت نايم لون ابيض على الحيطه ودكتين. يعني كان في السينمات في المنصوره كان في حاجه اسمها ترسو وصاله وبلكونه. مظبوط. الترسو عملت له دكتين، واعمل سلم كده، وبعدين احط 4 كراسي. ده اللي دفع. يعني دي صاله، وبعدين احط دكه كده وعليها كرسيين كانها بلكونه. فاللي هيدخل بقى بلكونه ولا صاله عايش معايشه كامله في مكان. فاقعد بقى اتخيل اللي هيدخلوا السينما دي بقى يتفرجوا على فيلم اجنبي زي اللي بشوفه. كان رعاة البقر زمان يركبوا حصينه ومش عارف ايه، وجاري كوبر وفيكتور ماترو ومش عارف ايه، افلام الرداء. اعيش معايشه كامله مع الفيلم الاجنبي والفيلم العربي. تلاقيني مثلا شفت فيلم لشكر سرحان، لفريد شوقي، لاي حاجه معمول يجي فيلم خرجت عايز الف لهم فيلم، فالف فيلم ليهم وقاعد بقى التذاكر دي واتقمص الفنانين كأن بالظبط هم بيتفرجوا على الممثل اللي انا بدخل اتفرج عليه في سينما عادي وسينما اكس بس. مش هفوتها. انت تتقمص قلب شكري سرحان، فريد شوقي، مليجي، قال الاسماء دي. لا وكله مفيش فنان على فكره يا استاذ عبد الرحيم شفته في الشاشه الا اما تقمصته. بس تقمصت يعني ايه بقى؟ انا ما كنتش افكر ان انا اتقمص، ما كانش عندي حته ان هو اتقمص. لا، ده انا بعمل لهم سينما في البيت. فبيتفرجوا على الفنانين كلهم. يعني في حد يعمل حسين رياض؟ لا، مع حسين رياض كنت بتفرج عليه في وسط الافلام، تبص تلاقيني رحت جاي في البيت. ما هو لازم يبقى متواجد في الفيلم برضه مع الابطال، ليه دور ابو مش عارف مين. تلاقيني يا عم كان لازم يعني. بعد الفاصل هنسمع من الاستاذ عبد الله تقليد بعض الشخصيات الهامه، وبعد كده يقول لنا ازاي دخل معنا المسرحيه والقدر دور اللي لعبه في تشكيل حياه عبد الله مشرف بعد كده. اماله القدر اقوى منه ومنك، هو اللي جمعنا سوا وهو اللي هيخلينا بعض. لو عملها شكر سرحان نفس الجمله. ايه ده اللي كان مع محمود بيه قرايه العالم